مريم كانت بتشتغل معايا في الشركه بتاعتي بتاعت التطوير العقاري. كانت ماسكه اداره الحسابات والتطوير. وبعد كده بقى يا سيدي سابتني وراحت اشتغلت في شركه تانية في الماركتينج. قلت اسيبها براحتها بقى، بحب تشقف في طريقها يعني. اهلا بيك. اهلا. مستر احمد قال لي انك بتشتغل في السوفت وير. بشتغل في السوفت وير. ايوه. انا السوفت وير. انا عندي شير في جوجل ومايكروسوفت، وعندي الشركه بتاعتي متخصصه في الداتا بيس سيستمز. طب استاذنكم انا عشان ابتدي مزاد بعد اذنك. ثانية واحدة، حضرتك ماجد رشوان؟ انا هو انت السي او بتاع كور بيز؟ كور بيز واطلس وايكو داتا، دول اللي فاكرهم. احنا بنستخدم السوفت وير بتاعكم في الشركة عندنا، مش انتوا بس. وسامع انكم هتفتحوا فرع هنا في مصر. مفيش حاجه بتستخبى. انا بقى الحقيقه فخور بمريم بنتي لانها بتحب شغلها قوي، مخلصه جدا في شغلها بالذات في الفنون. الفن التشكيلي، اي لوحه، اي حته نحت مريم تشوفها تجيب قرارها على طول. محظوظ حضرتك ان بنتك هي الخبيره بتاعتك. هتلاقي فين حد احسن من كده تثق فيه. بس حضرتك ما قلتليش ايه اللي لفت نظرك في اللوحه عشان تزايد عليها؟ دي جوي ما رسمش اللوحة دي علشان تتباع ولا عشان تتعرض ولا حتى عشان حد يشوفها أصلا. اللوحة دي اترسمت من ضمن 12 لوحة رسمهم دي جويا في آخر سنين عمره. كان أطرش ومعزول، فقد الثقة في كل الناس، كانش بيكلم حد، كان بيرسم على حيطان بيته. عشان كده اللوحة دي تحسها اعترافات، مخاوف، جنون، عنف، أب بياكل ولاده. اللوحة دي خارجة من بني آدم شاف الحرب، شاف الإنسان وهو بيكسر نفسه. عشان كده ما فيهاش أي تجميل ولا رمزية مهذبة ولا حتى محاولة للفهم. هي عالم مظلم، سايب نفسه مظلم وعشوائي وقبيح زي ما هو. وده اخطر انواع الفن، الفن اللي ما طلبش اذن عشان يبقى موجود. وصف حلو قوي. بس ده مش كفايه عشان تشتريه. اكيد مش كفايه. انا هنا مش عشان اللوحه، انا هنا عشان اكسب، وهكسب. استاذنكم نقعد على مكاننا عشان هنبتدي مزاد. بعد اذن عليك. اتفضل. مساء الخير. انا فخور وسعيد جدا اني في وسط مجموعه من اهم الكولكترز اللي قابلتهم في حياتي. في ناس من حضراتكم انا بتشرف بمعرفتهم لاول مره، ودول ناس قدرنا نوصل لهم من خلال مجموعه من البروكرز محترمين اللي مش بس اكدوا لنا على جديتهم، دول كمان اكدوا لنا انهم من اهم الكولكترز اللي يمكن موجودين في العالم كله.